تخيلوا معايا نعيش يوم كامل ب50 جنيه بس. شايفين ال50 جنيه دي؟ بغض النظر عن شكلها هقضي بيها يوم كامل. النهاردة هعمل تحدي يوم كامل اقضيه اكل وشرب واحتياجات وكل حاجة بال50 جنيه دي في 2026. الكلام ده كان ممكن ان هو ينفع من سنتين 3 4. دلوقتي ال50 جنيه دي ما تجيبش وجبة على بعضها، يعني ال50 جنيه دي ما تجيبش وجبة. طيب سيبونا بقى من الاكل والشرب، يعني سيبك من الاكل والشرب والكلام ده كله. احتياجاتك الشخصية، ما هو اكيد واحنا عايشين كده بيجيلنا حاجات، يعني ظروف بتحصل فمحتاجين فيها فلوس. فانتوا متخيلين ان انا النهاردة اتحدى نفسي وهعيش ب50 جنيه؟ لازم تكملوا الفيديو للاخر وعيشكوا تجربة ازاي نقدر ان احنا نعيش ب50 جنيه في يوم في 2026. في الكومنتات تحت انتوا تقدروا ان انتوا تعيشوا بمبلغ زي ده في اليوم؟ يعني بعد ما تكملوا الفيديو للاخر وتشوفوني انا هعمل ايه، يعني دي تجربتي الشخصية. بس هسألكم انتوا سؤال، تقدروا تعيشوا يوم كامل ب50 جنيه بس؟ اكتبولي في الكومنتات تقدروا ولا ما تقدروش. فانا النهارده هتحدى نفسي واشوف هعرف اعمل ايه. هعرف اعمل ايه في اليوم؟ هعرف اكل، هعرف اشرب، هعرف اقضي احتياجاتي، معرفش. فانا دلوقتي هاخدكم معايا وننزل السوبر ماركت نجيب الفطار والغدا والعشاء، مش هنعمل اي حاجة تانية. فهنشوف هنقدر ولا لا. فيلا بينا ننزل دلوقتي ونشوف هنعمل ايه. يلا بقى اخدكم معايا وانا نازلة، ويا رب نقدر ان احنا نرجع. احنا كده راجعين من غير 50 جنيه، يعني مش محتاجين نتكلم. بس يا رب هي تقضي بس، يعني تقضي بس اكل وشرب مش اكتر. يلا بينا. طبعا احنا ما ينفعش نركب اي مواصلات، لا تكاسي ولا اي حاجة، لان طبعا كده اللي ايه هنصرف من 50 جنيه. فانا النهاردة هعيش ال50 جنيه دي مش بس اكل وشرب، لا دي كل الاحتياجات بقى، مواصلات وغيره. فانا هحاول ان انا اروح اي سوبر ماركت جنب البيت، مش هحاول ابعد، او حتى يعني لو هتمشاه، يعني لو همشيها على رجلي مش مشكلة. الضلمة دي، استنى نعدي الضلمة دي بس. احاول ان انا مركبش طبعا مواصلات، لان مينفعش ان انا اركب مواصلات، ده هي 50 جنيه بس. فحاول ان انا اروح اي سوبر ماركت جنب البيت، او حتى لو هروح السوبر ماركت مشي، يعني مش هينفع خالص. تعالوا بقى ايه نروح المكان بتاع البسكوت، لانه ما ينفعش نروح مكان غير بتاع البسكوت، يعني ما ينفعش ان احنا ايه نعلي الليفل قوي. فانا هنا ايه شايفة، بصوا انا هوريكم، يعني في هنا اوريو دي بكام؟ دي ب14 جنيه. مش عايزين نصرف فلوسنا كلها في اوريو وكلام ده. شوفوا ده ب17 جنيه، مش عارفة. طيب نروح فين؟ انا بحاول ان انا انقي ارخص حاجة، لاني مش هضيع فلوسي كلها في ايه ده بتاع ده، ايه 9 جنيه باونتي دي ب9 جنيه، حلوة برضه بس حاسة انه مش عارفة. جيت بقى ايه في السكشن بتاع التليفونات والحاجات. حاسة انا عايزة اجيب ايه، يعني كرواسون يكون حادق مش حلو. ده بالمربى تقريبا اهو، تقريبا مفيش غيره. بصوا هو ده عندهم اللي بالجبنة بس مش مكتوب السعر، فانا خايفة اجيبه كله. خلينا ايه في الحاجات اللي معروف سعرها. بصوا يا جماعة، انا من الاخر كده انا مش هغامر، يعني مش هغامر واروح اجيب حاجة معرفش سعرها. فاحنا اللي نعرفه احسن ما نعرف سعره، حتى نضمنه. يعني اكيد مش هضيع فلوسي كلها في الفطار، يعني لسه في غدا، لسه في عشاء، لسه ممكن احتاج حاجة. فانا ممكن اجيب مثلا بسكوتية وعلبة عصير. بس العصير ده انا مش عارفة، ده اول مرة اشوفه، اسمه بينا كولادا، شكله حاجة. بص هو جديد وانا بحب اجرب الحاجات الجديدة، فانا هجيب.
10 جنيه. يبقى كده 10 جنيه، أول 10 جنيه من 50 جنيه. نروح نجيب بسكوتة اللي هي ب5 جنيه وخلاص. العصير ده والبسكوت ده. بصوا يا جماعة، أنا خدت باسكت، مش عارفة اخده باسكت على ايه، بس اخده خالص. بصوا أنا دلوقتي بقى بفكر أنا هتغدى ايه. والله أنا بفكر دلوقتي أنا هتغدى ايه، مش عارفة. وبعدين أنا ايه اللي موديني قسم المنظفات، مش عارفة. يعني ايه اللي موديني عند فرش الأسنان بس أنا محتارة، مش عارفة اتغدى ايه، ومش لاقية حل غير الاندومي. مش عارفة اجيب ايه بجد. اجيب مثلا اندومي. هي مش نافعة غير اندومي وكيس شيبسي من الآخر. ده لو نفع يعني ان انا اجيب كيس شيبسي. بصوا انا جيت اشوف المشروم ده لقيته ب74 جنيه. مستحيل طبعا. علبة تونة، بس التونة يعني اقل تونة ب60 جنيه او 50 جنيه يعني، بالكتير قوي. مستحيل. هوريكوا اصلا اسعارها، مستحيل اصلا. يعني حتى لو التونة دي هقسمها غدا وعشاء، حاسة برضو مش هتنفع. خايفة. وبعدين انا جايبة حاجات ممكن تدخل في 15 جنيه، فلا، مش هخاطر، مش هتكسف. دي ب28، بس دي ايه، لو مفتتة فانا مش هاكل مفتتة. مفتتة. صراحة انا ما بحبش غير القطع، هي سعرها كويس، بس دي اديها للقطة، مش هاكلها انا. مستحيل اكل تونة مفتتة اصلا، تبقى كلها زيت وطعمها مش حلو. بس الظاهر كده ان هو مش حلو. لقيته. نجيب الخضار احسن. عادي كويس. نجيب حاجة للغدا تانية، يعني جبنا اندومي، نجيب ايه مثلا، ولا كفاية كده بلاش طمع. مش عارفة، حاسة كفاية اندومي. ممكن مثلا اجيب حاجة اشربها. لا بص، انا مش هجيب حاجة اشربها، انا هجيب حاجة اكلها جنب الاندومي. يعني مثلا شيبسي، بس ايه، استنوا كده نشوف. اقلق مش واثقة من نفسي انا. خلاص ده الغدا، اندومي وكيس الشيكا ده بس يبقى كده ناقص بس العشاء بقى ايه، خفيف يعني، منجيبش حاجة تقيلة. انا غيرت رأيي ان هرجع البتاع ده، الشيكا ده واجيب شيبسي بقى. خلاص. وهروح بقى اجيب ايه، زبادي. ممكن اجيب مثلا نص كيلو موز، ولا مش هينفع؟ حاسه ان هو مش هينفع برضه. طب نجيب زبادي ايه بس، مش عارفه. يا جماعه انا لقيت الجبنه اللي هي بتاعت ابو الولد دي ب19 جنيه، سعرها حلو قوي، اللي هي الصغيره. بصوا انا هحسبها كده واشوف. علبه زبادي، ماشي. المصداقية، بس المربى دي يا جماعة مش ضمن ال50 جنيه دي. ماما دي فلوس على جنب اجيب بيها المربى، بس كده هروح احاسب. بس طبعا هحاسب بال50 جنيه الاول، كده المربى دي على جنب. وبس كده. اعتقد ان انا قدرت على التحدي ده، وقدرت ان انا اوفر جامد قوي. وكمان حاسة ان ممكن يتبقى من 50 جنيه. جماعة انا مكسوفة قوي. انا لما رحت احاسب على الكاشير، الحساب طلع 57 جنيه، فاضطريت ان انا ارجع الشيبسي. قلت ترجعي ايه يا امنية، ترجعي ايه؟ قلت هرجع الشيبسي. فالحساب طلع 57 جنيه، عشان ايه، المصداقية بس. فرجعت الشيبسي، والحساب بقى 50 جنيه بالظبط. يعني انتوا متخيلين احنا جبنا ايه اصلا؟ احنا جبنا على الفطار بسكوت وعصير، والنودلز اللي هي الاندومي على الغدا، وجبت معاه كيس الشيبسي. هو كيس الشيبسي بس هو اللي فرق. وجبت زبادي واحدة دانت كسناك كده.
وكل ده ب57 جنيه. انتوا متخيلين اللي هو 50 جنيه ما جابتش حاجة، 50 جنيه ما جابتش حاجة، يعني ما جابتش اللي هو الأكل، هي جابت كده يعني، ده يعتبر سناكات. فتعالوا بقى نروح نفطر مع بعض ونشوف هنعمل ايه، بس الأول نفطر. طيب بصوا بقى، اهي الحاجة اهي. رجعت كيس الشيبسي، العصير، ما علينا من المربى دي انا كنت جايباها لماما، والزبادي والدانيت والبسكوت النودلز دي، بس كده. كل دول ب50 جنيه، دول 50 جنيه من غير الشيبسي. فتعالوا نفطر بقى، نفطر بالعصير، وهقول لكم طعم العصير ده ايه، عشان ده اول مره بصراحه اجيبه، او اول مره اسمع عنه، فحبيت اجربه. بصوا، هو طعمه جوز هند، يعني هو طعمه جوز هند بالظبط. فانا هدوقه لماما كده واشوف هتقول عليه ايه. طعمه اناناس على جوز هند زي اللي على الفول. لا، هو جوز هند بس مش اناناس. اناناس اناناس يبقى انا الغبية. جوز هند صح، بس طعمه حلو والله، يعني طعمه حلو. طيب يا جماعة، دلوقتي بقى احنا ايه، فطرنا ومفيش اي امكانية لاي حاجة تانية، يعني لا خروج ولا افكر في اي حاجة، ولا ان انا حتى يعني انا الغسول بتاعي خلص، مش عارفة اعمل ايه. مش مهم، هو لسه في شوية كده، فمش هجيب طبعا، الميزانية ما تسمحش. فانا دلوقتي فطرت، ودلوقتي المفروض ان انا اعمل ايه، هقعد كده. يعني هعمل ايه؟ اكيد انا مش هعمل حاجة، لا هخرج ولا اروح في حتة، وهقعد مكاني. دلوقتي يا جماعة الساعة بقت 5، يعني انا بصراحة جعت. انا فترة من بدري، يعني فترة من الساعة 1 ودلوقتي الساعة 5. فتعالوا بقى نعمل النودلز، ما تقلقوش، مش هحط عليها اي اضافات. انا مش هطلع بره ال50 جنيه، انا لازم اتحدى نفسي، وكل حاجة في يومي تبقى ب50 جنيه. فيلا بينا نعمل النودلز. دلوقتي بقى حطيت البهارات، وهحط النودلز وانا بغلي مية واحطها عليه. دلوقتي بقى ايه، انا غطيت عليه اهو، وايه هناكله بقى. طيب دلوقتي بقى هناكل الدونات، نحلي بقى. ومش قادرة اقولكوا على كمية الاكل الهيلسي اللي انا اكلته النهاردة. كلت كمية اكل هيلسي مش طبيعي، يعني اديله بسكوت، اديله اندومي، اديله دونات، يعني هيلسي مفيش كلام. بصراحة يعني مش عارفة اجيب ايه هيلسي بال50 جنيه دي. يجيبوا اكل هيلسي يعني، مثلا اروح حاولت ان انا اجيب مشروم، منفعش، تونة منفعش. اجيب ايه تاني؟ القيمة بال50 جنيه، هحطوا نفسكم مكاني. بس قولولي برضو، يعني لو انتوا عشتوا التجربة دي وقدرتوا فعلا ان انتوا توفروا من ال50 جنيه، ولو ان دي مستحيلة، يعني دي مستحيلة في الزمن ده، مستحيل توفروا من 50 جنيه. فبرضو عايزة اعرف انتوا ممكن تعيشوا ازاي بيها. فاكتبولي رأيكم في الكومنتات، واكتبولي انتوا ممكن تعيشوا ازاي ب50 جنيه. مستنية كلامكم، ومستنية اشوف انتوا هتقولوا لي ايه، تعيشوا ازاي ب50 جنيه في اليوم. فدلوقتي يعتبر اليوم خلص، يعني هو لسه في علبة زبادي، بس بصراحة مش عايزة اكلها دلوقتي، لان انا برضو اتحطيت في موقف ان انا وانا على الكاشير. إيه اللي حصل؟ الحساب طلع زيادة 7 جنيه، بس الحمد لله اتصرفت ورجعته، يعني ما كانش قدامي حل غير ان انا ارجعه. وبس كده، ده كان يومنا النهارده. وما تنسوش تقولولي انتوا ممكن تقدروا تعيشوا ازاي ب50 جنيه في اليوم. واشوفكم الفيديو الجاي، ادوني برضو افكار تحديات. وانا عندي فكرة حلوة قوي عايزة اقولها لكم قبل ما اقفل الفيديو ده. ان انا ممكن اعمل مقارنة بين يومين، يعني يوم اعيش بيه مثلا ب100 جنيه، ويوم تاني اعيش ب500 جنيه. فهنشوف نقدر ان احنا نقارن ما بينهم. يعني انا هعمل مقارنة بين يوم هعيشه ب500 جنيه، ويوم تاني هعيشه ب100 جنيه، وهشوف اليوم ده هيبقى عامل ازاي، واليوم ده هيبقى عامل ازاي. فلو انتوا عايزين الفيديو ده قريب قوي، قولولي برضو في الكومنتات، انا منتظرة كومنتاتكم. انا عايزة الفيديو ده يجي عليه كمية كومنتات مش طبيعية، اشوف رأيكم ايه لو هتعيشوا بيوم كامل ب50 جنيه. واشوف كمان انتوا عايزين التحدي ده اعمله لكم ولا لا. واشوفكم الفيديو الجاي، بس ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم ان شاء الله. باي باي.